السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض أسئلة على الدرس الثاني، عصر بناة الأهرام اللي هو عصر الدولة القديمة، في كتاب الامتحان صفحة 130 و 131. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. احنا هنحل أسئلة الدرس على جزئين عشان ما نطولش عليكم. هنحل الصفحتين الأولانيين صفحة 130 و 131، وبعد كده في الفيديو القادم هنحل صفحة 132 وكمان هنحل الامتحان. فهنقسم الدرس على جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. كانت مقبرة الملك مينا عبارة عن مصطبة واحدة، لأن احنا عارفين إن الملك مينا هو مؤسس الأسرة الأولى. والهرم المدرج والست مصاطب ده كان في عهد الملك زوسر، اللي غير من أسلوب العمارة للمقابر الملكية الملك زوسر. أما الهرم الكامل كان في عهد الملك خوفو. يبقى كانت مقبرة الملك مينا عبارة عن مصطبة واحدة. 2. مؤسس الأسرة الفرعونية الثالثة هو الملك زوسر. يبقى الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة. أما مؤسس الأسرة الرابعة هو الملك سنفرو. والخمسة أسر كاف، والأسرة الأولى زي ما قلنا الملك مينا. يبقى الأسرة الثالثة زوسر، الرابعة سنفرو، الخمسة أسر كاف. 3. يرجع الفضل في بناء إلى الوزير أمحتب. يرجع الفضل في بناء الهرم المدرج الوزير أمحتب. والهرم المدرج هو هرم سقارة اللي عمله الملك زوسر، ويرجع الفضل إلى الوزير بتاعه أمحتب. 4. شيد الملك سنفرو هرمين في دهشور. والملك سنفرو زي ما احنا عارفين لقب بالملك المحسن المحبوب، لأن البلاد في عهده تميزت بالاستقرار والعدالة. 5. أطلق المصريون القدماء على لقب الملك المحسن المحبوب، أو السؤال جه اهوت، أطلق المصريون القدماء على الملك سنفرو ليه؟ زي ما قلنا لأن تميزت البلاد في عهده بالاستقرار والعدالة. 6. أشهر ملوك الدولة القديمة الذي اهتم ببناء الأساطيل البحرية برضو الملك سنفرو. الملك سنفرو اعتنى بالتجارة الخارجية، فشيد السفن وأرسل أسطولا إلى بلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. يبقى الملك سنفرو اهتم بالأساطيل البحرية فأرسل أسطولا إلى بلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. 7. صاحب الهرم الأكبر هو الملك خوفو. الهرم الأكبر خوفو، الأوسط خفرع، الأصغر منكورع. 8. نجح كهنة الإله رع في إسقاط الأسرة الرابعة. 9. سيطر رجال الدين بشكل كامل على مقاليد الحكم خلال عصر الدولة القديمة في عهد الأسرة الخامسة. يبقى رجال الدين هم الكهنة قاموا بإسقاط الأسرة الرابعة، وتولى كبيرهم أسر كاف الحكم فهو مؤسس الأسرة الخامسة، ولقب بابن الإله رع. 10. انتهى عصر الدولة القديمة بسقوط الأسرة السادسة، لأن عصر الدولة القديمة كان يشمل الأسرات من 3 ل 6. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. يبدأ عصر الدولة القديمة بالأسرة الثالثة. لسه لنا من شوية عصر الدولة القديمة بيشمل الأسرة من 3 ل 6. 2. أنشأ الملك الهرم المدرج بسقارة الملك زوسر. 3. أمر الملك بنحت تمثال أبو الهول الملك خفرع. يبقى الملك خفرع. 4. أطلق الملك على نفسه لقب ابن الإله رع الملك أوسر كاف. يبقى الملك أوسر كاف. 5. انهارت سلطة الحكومة المركزية أواخر عهد الملك أحد ملوك الأسرة السادسة الملك بيبي الثاني. يبقى الملك بيبي الثاني. السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. اهتم المصريون القدماء بنقش الرسوم على جدران مقابرهم. صواب، حتى تذهب عنهم وحشة القبر. 2. تغير شكل المقابر الملكية لأول مرة على يد الملك سنفرو. خطأ، تغير شكل المقابر الملكية على يد الملك زوسر، حيث تحولت المقبرة في عهده من مصطبة واحدة إلى هرم مدرج مكون من 6 مصاطب.
3. نجح الملك سنفرو في تخليد اسمه عبر التاريخ بتشييد هرمين في دهشور. صواب، لأن الملك سنفرو عمل هرمين في دهشور بالقرب من الجيزة. 4. ازدهرت التجارة الخارجية في عهد الملك سنفرو. برضو صواب، زي ما قلنا من شوية اعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل أسطولا إلى بلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. 5. مثلت سيناء قديما وحديثا بوابة مصر الشرقية ومصدر لكثير من الثروات. صواب، يبقى سيناء هي بوابة مصر الشرقية ومصدر لكثير من الثروات الطبيعية كان بيستخرج منها النحاس. 6. مارس المصريون القدماء شعائرهم الدينية بكل حرية في عهد الملك خفرع. خطأ، لأن المصريين القدماء مارسوا شعائرهم الدينية بحرية في عهد الملك منكورع. 7. ظل عصر بناة الأهرامات من أزهى عصور مصر القديمة حتى الأسرة السادسة. صواب. 8. تولى أسر كاف حكم مصر وبه تبدأ الأسرة العاشرة. 8. تولى أسر كاف حكم مصر وبه تبدأ الأسرة العاشرة. خطأ، لأن تولى أسر كاف حكم مصر وبه تبدأ الأسرة الخامسة، يبقى أسر كاف هو مؤسس الأسرة الخامسة. 9. تم احتلال كامل الأراضي المصرية طوال حكم الأسرتين السابعة والثامنة. خطأ، لأن تم احتلال بعض الأجزاء، يعني بعض الأجزاء من مصر تم احتلالها مش الأراضي المصرية كلها. 10. نجحت أسرة أهناسيا في طرد الغزاة الآسيويين من مصر القديمة. صواب، يبقى أسرة أهناسيا طردت الغزاة الآسيويين وأسسوا الأسرة التاسعة والعشرة. 11. بدأ عصر الدولة الوسطى بتأسيس حكام منف الأسرة الحادية عشر. خطأ، لأن بدأ عصر الدولة الوسطى بتأسيس حكام طيبة الأسرة الحادية عشر. 4. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. 1. عصر تميز بالبناء والتشييد والفن الرفيع، امتد من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة في مصر الفرعونية. عصر بناة الأهرام، يبقى عصر بناة الأهرامات. 2. بلاد أرسل إليها الملك سنفرو أسطولا لجلب خشب الأرز. بلاد فينيقيا، يبقى بلاد فينيقيا. بلاد فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان حاليا. 3. معابد مكشوفة بناها ملوك الأسرة الخامسة. معابد الشمس، يبقى معابد الشمس. 4. حالة الضعف التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. عصر الإضمحلال، يبقى عصر الإضمحلال هو حالة الضعف التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. السؤال الخامس، بما تفسر. بما تفسر يعني اذكر سبب أو ليه. 1. تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات بسبب كثرة ما بناه ملوكها من أهرامات ضخمة امتدت من إقليم الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا. يبقى بسبب كثرة ما بناه ملوكها من أهرامات ضخمة امتدت من إقليم الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا. 2. اهتم المصريون القدماء بتشييد الأهرامات. ليه؟ هقول له بسبب اعتقادهم في البعث والخلود فبنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة لهم. يبقى بسبب اعتقادهم في البعث والخلود فبنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة توضع فيها جثث موتاهم بعد تحنيطها. 3. عرف هرم سقارة بالهرم المدرج لأنه يتكون من 6 مصاطب شيدت فوق بعضها بشكل متدرج. يبقى لأنه يتكون من 6 مصاطب فوق بعضها بشكل متدرج. 4. تسمية الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب لأن فترة حكمه تميزت بالاستقرار والعدالة فأحبه المصريون. يبقى لأن البلاد في عهده تميزت بالاستقرار والعدالة. 5. يعد الهرم الأكبر إحدى عجائب الدنيا التي ما زالت خالدة بسبب ضخامة حجمه وبراعة هندسته. يبقى بسبب ضخامة حجمه وبراعة هندسته والمساحة الكبيرة التي بني عليها. 6. كان عهد الملك منكورع أكثر حرية من أبيه وجده لأن الشعب المصري في عهده مارس شعائره الدينية بحرية لم يعهدها في العهود السابقة. يبقى لأن الشعب المصري مارس الشعائر الدينية بحرية لم يعهدها في العهود السابقة. 7. سقوط الأسرة الرابعة في مصر القديمة بسبب ازدياد نفوذ كهنة الإله رع في هليوبلس وتدخلهم في شؤون الحكم حتى استطاعوا إسقاط الأسرة الرابعة وتولى كبيرهم أسر كاف الحكم. يبقى بسبب ازدياد نفوذ كهنة الإله رع في هليوبلس وتدخلهم في شؤون الحكم.
8. ضعف وانهيار الدولة القديمة بسبب ضعف هيبة الملوك، تفكك وحدة البلاد، ازدياد نفوذ حكام الأقاليم، وانهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة في عهد الملك بيبي الثاني. يبقى بسبب ضعف هيبة الملوك وتفكك وحدة البلاد وانهيار سلطة الحكومة المركزية وزيادة نفوذ حكام الأقاليم. 6. من النتائج التي ترتبت على: 1. زيادة نفوذ كانت الإله رع في أواخر عهد الأسرة الرابعة، ترتب على ذلك إسقاط الأسرة الرابعة وتولى أسر كاف الحكم وتأسيس الأسرة الخامسة. يبقى إسقاط الأسرة الرابعة وتولى أسر كاف الحكم وتأسيس الأسرة الخامسة. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل أسئلة الدرس الثاني، وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل أسئلة الجزء الأول من الدرس الثاني. وما تنساش تتابع معانا حل الجزء الثاني وكمان حل الامتحان، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.